بيتفاوض مع الشركات كانه بيتفاوض مع بياع طماطم. قالوا لي بكذا وانا قلت لهم لا بكذا. ده موضوع، ده ست واحده، ده اسلوب واحده ست مهرجه بتتفاوض مع راجل بتاع طماطم. الكيلو بكام؟ بكذا. لا والنبي خليه لي بكذا. هل هذه دوله؟ احنا عايشين في دوله؟ ده امور مسخره. احنا عايشين في جو كله مسخره الان. انا شفت كمان النهارده في الحفل الختامي للمؤتمر بتاعه، شفت جمهور يجيد التصفيق، شفت جمهور يجيد صناعه الدكتاتور، شفت جمهور يجيد صناعه الفرعون، شفت جمهور يجيد صناعه من اتفه ناس في مصر، صناعه دكتاتور، صناعه فرعون، صناعه قاتل. ياتوا بقاتل يرفعوا منه زعيم. التاريخ بيعيد نفسه. سعيد صالح قالها مره من المرات ولعله سجن فيها شهر ولا شيء من هذا القبيل، قال الاولاني ياكلنا مش، والثاني شبعنا غش، والثالث لا بيغش ولا بيمش. التاريخ بيعيد نفسه. بياتوا بيدفع الناس ويصنعوا منها زعماء. انا شفت النهارده في المؤتمر يا استاذ احمد، شفت عنصريه زي ما قال متحدث قبل مني، جاب مجموعه من شباب مصر، لا مره منهم بنت واحده محجبه. انا الان اكثر من 85% من نساء وبنات مصر محجبات. فين نساء مصر؟ هذا يعطي رساله للمصريين انه رئيس للمتبرجات فقط، انه رئيس لنوعيه معينه من البشر في مصر. هذا ليس رئيس المصريين. الامر الاخير اللي انا عايز اقول، اللي انا عايز اتكلم فيه، انه هل تنتظرون يا مصريين من قاتل ان يصلح حال مصر؟ هل تنتظرون يا مصريين من كتم الحريات في مصر ان يعلن ابو ياسر، متشكر.